والله يا محمود بارك الله فيك. اول شيء هذا محمود كانت يافا عامرة، يعني يافا فيش احلى منها. إيه يعني ما تقول ايش اللي انت بدك اياه فيه موجود. يعني شوف حتى يعني هذا بدي احكي لك اشي على الفران كمان المخابز. يعني عندك اول اشي ببيت فقان عندنا بالقرية العربية عندنا محمد ابو الليالي، هذا بيقولوا له الغضب بسموه، هو ابو الليالي، العيلة تاعته ابو الليالي. في عندنا كمال خليل سكعفي، كمال هذا برضه تقريبا يعني قريب ببيت فقان، الحدود بين الحدود تبع بيت فقان هناك. هو كمان هذا خليل السكعفي بيقولوا له ابو ابراهيم بالضبط. وبعدين بدنا ننزل هلا لتحيات محمود. هناك في عندنا كمان الاذاعه كانت موجوده تبعت الشرق الادنى، من الفرن لتحيات كانت في الاذاعه. يعني هون يعني بثبت لك انا وين يعني هذا يكون في اذاعه الشرق الادنى كانت موجوده غادي قبال البريه تاعت المسلمين وبريه المسيحيه قبالها، لحد هلا موجوده الارض غادي موجوده وين ما كانت الاذاعه. هلا بدنا ننزل لتحيات محمود. عندنا في فرن دار مرعي، هذا دار مرعي بالجبليه. فرن دار ايش؟ دار مرعي. نعم. دار مرعي، هذا الفرن لدار مرعي يعني بالجبليه، شايف سكنة الجبليه. هلا بدنا نيجي وين؟ قبال دار المغربي في فرن لدار بنات، قبال دار المغربي قبال فرن دار بنات. دار المغربي هذه الجديده حتى بلتوها والله ما سكنوها، طلعوا من هون محمود والدار ضلت ما هي جديده. في هناك حتى ساكنين دار بنات وبالهم بالضبط. وفي لغايه شوي الفرن تبعهم لهم فرن. وفي المدهون. لا كمان في كمان دار المدهون على الشقه هاي بتيجي. بعدين عندك كمان فرن المدهون شارع العلوه، فرن المدهون برضه هناك لهم فرن برضه يا محمود. هذين وين دار وين هلا عاملين الهادي اللي ببيعوا فيها الاكل والهادي هناك. هلا في هذا الولد هذا بيتزا مش بيتزا. ايوه هلا هناك في عماره محل الفرن بالضبط بنوا عماره هلا. عماره لصبي ميشو ده بيقولوا له ابو ايش؟ ابو ميشو بيقولوا له زكاك. هلا ذكرت هناك محل داره كان الفرن محمود غاد، في فرن غاد كان موجود غادي. وهلا في عندنا فرن كمان تبع المكاوي. المكاوي هذا وين بيجي؟ قبال مين؟ قبال قهوة حميد. قهوة حميد تيجي منه لهون، هو بيجي الفرن منها ولهون. هذا فرن المكاوي عن قبل سابقا. مكاوي اسمه؟ المكاوي نعم، فرن المكاوي هذا بيجي تقريبا قبال قهوة حميد لقدام شوي وعن قهوة حميد يعني شوية. هذا فرن المكاوي بيقولوا له. هلا بننزل لوين؟ فرن ابو الحاج. ابو الحاج وين بيجي هذا؟ وين انطوني الحفاوي في مينا طنوط في قهوة الدجاجة. هلا هو قباله الفرن، هذا فرن ابو الحج معروف يعني. بعدين هلا بنطلع فوق على فرن مين؟ على فرن عباس فوق قبال الحووز، حووز المي تبع يافا هذا الكبير، هناك في فرن. بعدين هلا بننزل تحت في عندنا كمان فرن تبع فريد الاسي، هذا قبال النادي الارثوذكس تبع الاخوان المسيحيه. منه لتحت بالنزله هيك بتنزل هيك نزول. شايف محمود هناك في كمان فرن تبع فريد الاسي بيقولوا له. بدنا ننزل هلا وين؟ على فرن الجعران، هذا بالمدرسه حسن عرفه. حسن عرفه فرن الجعران هذا موجود اليوم. لليوم موجود. اي نعم لليوم موجود. القدس بسموه العراق يعني. هم بيقولوا القدسي، هو تبع دار الجعران قبال مدرسه حسن عرفه. جنب مدرسه حسن عرفه دار الجعران. اسمه الفرن. هلا بنطلع فوق فرن فضله. فرن فضله قبال وين؟ قبال اوتيل بركات. فرن هلا عاملينه كفتكير هلا، بعدين عملوه خضره. هلا ببيعوا خضره. هلا قدام منا لفوق. فاني هذا تاع فضله. هذا بنعرف فرن فضله. فرن سلطان الفرن. هو ماشي عم بحكي لك زمان، انا ما بحكيش على احنا ما لنا مال السلطان. السلطان ايام اسرائيل. احنا بنحكي قبل، نحكي قبل ايام قبل 48 نحكي هناك كان اوتيل بركات. عشان نحدد الموقع تاعه بالضبط. هو كان فرن السلطان كانوا يقولوا له. هلا هو صاحبه الاصلي اسمه فضله، وفي قباله اوتيل بركات. كان اوتيل بركات اوتيل كبير مشهور معروف بيافا يعني كله. بطول على المينا. كله بطول على المينا وعلى البحر كمان، على المينا والبحر. دار الجربي تحته حتى. نعم. في دار الجربي تحت والمنسي جنبه من هون. كمان حتى هناك يعني. بعدين بنمشي محمود على وين؟ في شارع ابو حلاوه هناك فرن دار بصاصو. وانت طالع وين كيف بدي اوصف لك اياها؟ ابو حسن تاع الفول لجوا. منه بالشارع الثاني. هذا الشارع هذا فوق في شارع هيك بمرق، هو شارع ابو حلاوه بيقولوا له هلا سموه رؤوف البطار.
أيوة. هلا مسمينه رؤوف البطار هلا ما هذا هو شارع ابو حلاوه ودار العياد. بالضبط دار العياد ودار هذول ابو شحاده هناك بالضبط بالحوض دار بصاصه اي نعم يعني. الفرن هلا بنوا دار عماره كبيره هلا روح لي على شو اسمه هلا بدنا ننزل تحت هلا خلصنا من هنا من المنطقه هلا بدنا ننزل وين تحت على الساعه هلا في عندنا فرن الرومي اللي هو بيقولوا له ابو العافيه نعم هذا هلا بسموهم ابو العافيه هو اصله كان للرومي نعم كان بيع خبز رومي كنا احنا نشتري منه يعني خبز للبحر نعم. لما كنا نسرح بعدين في عندك فرن كمان محمود بقلب سوق الدير اسمه فرن القدسي تاع القدسي بقلب سوق الدير جوا في فرن كان هلا ما فيش عنوه نعم بعدين عندنا فرن الدبيك هذا بالبلد القديمه في عروسه البحر لهلا الغريب بيجوا بينه عمارات قاعدين هون نشوف قديش هي قديش بيافا منيحه والله عروسه البحر يا زلمه والله ما فيش بلد اختها بتلاقيش اختها يافا هي ام العالم كله يافا والله يا محمود والله يا محمود ما فيش احلى منها يافا يا زلمه ايش اقول لك قد ما تحكي تقدرش توصف يعني ايش كان ابو سعد ما كانش شوي والله العظيم يعني حكيتني هيك القصه ذكرت العمود كان في واحد اسمه عوده يحمل على راسه خبز الفرش كبير طويل هيك مليان كله خبز مخبوز يعني يبيع بالخبز الكبير شو ريح مرتك من عجنه هي حاضر الخبز كان يلف بالحارات هلا تذكرته يا ولدي عليك يا محمود اسمه عوده وحياة الله انا ذكرتني فيه والله العظيم يا محمود والله العظيم يا الله شوف لما حكيت هيك شوف سبحان الله هو لقطته كان يعمل فرش طويل هيك محمود هيك على راسه وحاطط هيك طبق هون على راسه هيك ويبقى ماشي ايش يقول ريح مرتك من عجنه خبز حاضر وين اللي باكل الخبز يعمل ابو سعد ايش كانت على الحطب كانه كان كله على الحطب يا اخوي كان محمود ما كانش ديزل في الشيء كله حطب كله خبز شوف من الخبز من غاد من اخر الدنيا وحياة الله يا محمود لما بياخذ الفرن الدخن اللي بتطلع من فوق تشمها من اخر الدنيا ريحه الخبز قد ما هو ريحته طيبه والله ذكرت على عوده وعياط الله الماروك هذا شو اسمه الخبز عندنا خبز كان مرحرح يبقى كبير هيك محمود وفي الخبز بيت هذا كماجي الكماجي بس ايش وين يا زلمه حاف تاكل الخبز هو سخن هيك تاكله حاف وانت لهيك ابو كبير كان عندهم مخبز مليان يا اخوي شكل الدرويش شو مخابز وين كانوا يخبزوا فيه بس انا ما بعرفهمش طيب احنا بنشكر عمي ابو سعد على هذه المعلومات شكرا جزيلا لك ابو سعد وامد الله بعمرك وانت كمان ان شاء الله تعالى ان شاء الله نتلاقى ان شاء الله ثاني مره عشان هدول بنحكي على الصيادين تاعون يافا وبنحكي على البحريه تاعون المينا ما شاء الله الجمعه الجايه ان شاء الله تعالى الاثنين جاء الله احيانا وخلانا